مناقشة مهمة ما بين يعني المنخرطين واللي وضعوا أسئلة حول هذا المشروع. هذا المشروع خدمنا فيه تقريبا هذه عامين 3 سنين، ولكن ما كانش موجه للمصانع. كنا حاولنا باش نخلقوا واحد تفعيليه جديده ديال الشركه. علاش؟ باسكو الرجاء هذه تقريبا 10 سنين وهي تتخبط في أزمة ماليه وخدمه ديال التسيير، لان الا جينا نشوفوا في 9 سنين 8 ديال البريزيدون اللي دازوا. هذا تعني على انه تاخذ شي حاجه تبدل، تاخذ شي حاجه تاخذ المسار ديالها الصحيح، لانه ما تكونش واحد لا كونتينيتي في العمل، ما تيبقاش لا فورماسيون. هذا الشيء لاحظناه، ما بقاوش ولا الرجاء بزاف لا فورماسيون، ما كايناش واحد الشكل اللي خصها تكون في الرجاء، لان الرجاء هذا هو الديان ديالها. فلهذا حاولنا نقلبوا على الانفستيسور اللي يدخل في الشركه باش يساعد من الناحيه الماليه، وخصوصا يساعد في تسيير لا غوفرنونس، باش يكون واحد الاحترام ديال التسيير، باش ما نبقاوش نطيحوا في هذه الازمات اللي طحنا فيها. فهذا الشيء حاولناه في المغرب، حاولناه على برا، ما وصلناش المستثمرين اللي مستعدين يدخلوا في كره القدم. هذا الموسم هذا كان موسم صعيب، وكانت الرجاء يعني كانت يمكن تكملوا بواحد المرتبه اللي ما شريفاش وخطيره كاع. فمن بعد تحركات الولايه وقع اتصالات وقلنا لهم عندنا مشروع. هذا المشروع هذه عامين 3 سنين باش وجدناه. كاين حل واحد تيخص ان انفستيسور يدخل في الشركه، خصنا نتفاعلوا الشركه. فمباشرة عاود اتصلنا برئيس الجامعة اللي تنشكروه، واللي طرحنا عليه هذا المشروع هذا، ولمحنا واحد المؤسسة اللي عندنا كان عندها روابط تاريخية، هي مكتب استغلال الموانئ مرسى حوزية. قلنا لهم بلا عاود رجعوا لنا للشركة وجابوا لنا يعني لا غوفرنونس والريسبي ديال لا جيستيون فينانسيير، غادي ما نبقاوش في هذه المرحله اللي حنا فيها. وهذا هو اللي وقع. دونك وقع اتصال والفكره تحدات، وبدينا العمل باش نشوفوا شنو هي الوسيله اللي غادي تدخل بها مرسى ماروك في الشركه. وهذا هو اللي جا تنفصلوه وتنقترحوه على الاخوان المنخرطين، ان مرسى ماروك مستعده تدخل 150 مليون ديال الدرهم اللي غتعطى على 3 سنين. في هذه السنه كتبنا وتوفقنا وتسلينا كل المسائل، غتعطي واحد ربما 80 مليون ثم 35 في 35. هاد 80 مليون اللي اساسي منها هو اولا نخلصوا لي ليتيج اللي عندنا واللي تيمنعونا نديروا الانتدابات، وهما تيتعداو 30 مليون ديال الدرهم. ثانيا خصنا نطعموا الفرقه ديال لعابه جدد، لان الفرقه ضعيفه ومشاو الاطر ديالها. ثالثا الاكاديمي، يعني بدا العمل واحد الوتيره جديده باش نرجعوا للتكوين. التكوين هو اللي تيجعلنا نبقاو نشريو لي جوار وقوت لي كونطرا ولي ليتيج، تشري 10 تيدخل 2 ولا 3 وشي اخر تيولي دي ليتيج. تنقطعوا مع هذا الشيء ونتوجهوا لولاد الفرقه، خصوصا انه الاسم الدراجه كل مغربي في لعبه في مكان تيبغي يلعب في الرجاء. اذا خصنا غير اللي غادي ياثر واللي غادي يخدم باش نعاود نرجعوا لهذاك العمل اللي كان من قبل، اللي تيعطي لعابه 4 5 كل سنه للفريق. الفريق ما محتاجش يشري لعابه من على برا الا اذا كان شي خصاص شي بوست. فهذا هو المنظور اللي طرحناه للاخوان، وان شاء الله من بعد غادي يكون جمع عام. اليوم ما كانش قرار نهائي لانه ما كناش في اطار شي جمع عام، بغينا غير نتواصلوا ونشرحوا وناخذوا الملاحظات، ثم المكتب الحالي هو اللي غادي يقوم باستدعاء جمع عام باش يتقرر فيه قرار خص هذا المشروع. شكرا.